السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقول لكم هذا الفيديو بالصوت والصورة على حساب مافيا العقارات اللي بغات دي المنطقة ديال بوسكورة كاملة مكمولة، ومول الأرض هو اللي قال لي يخرج بالتصريح، كنشكروه. بعدا الوثيقة الأولى، الأرض تتواجد بأرض الساحل المسمى بأرض بوقليب والمحرش. هنا في الشارع الحاج عبد الرحمن بن عبد الله البوعمري على أبناء عمي الأرض الكائنة بالساحل المسمى بأرض بوقليب والمحرش. الوثيقة الأولى هي على الشكل التالي: كانت في 1865 باعوا ليه النص ديال أولاد عمو البوعمريين. الوثيقة الثانية كانت في 1877، هنا كملوا البوعمريين الأرض كاملة كلها. 1906 الحاج عبد الرحمن بغى يبيع الأرض ديالو، جا عنده الحاج الحارتي بن الدوع قال لي نشري منك الأرض، خلصوا الثمن ديالها كان 30 ريال، سكت الحسنية 4 دراهم فضية داك الساعة. 1930 الحاج الحارتي أسس ملكية احتجاجية شاهدين فيها كاع البوعمريين اللي باعوا الأرض. 12 جوان 1947 أسس الملك العائلي. 1946 ترجم المشروع قانونيا وضعوا في المحافظة العقارية وحدوا ليه الملك ديالو وتسجلات في سميتو، وسماها بدوار ولاد سيدي محمد بن عمر. مع العلم ممنوع التفويت في الملك العائلي وفق المقتضيات الفصل 6 من الظاهر الشريف، وهو رب الأسرة. سميت ببلاد الحارتي بن الدوع بالدحامنة. هنا كنقول لكم سيداتي سادتي بأن كاينين مافيات عقارية اللي شراو هنا المنطقة ديال بوسكورة. شكون اللي قيل لهم هاد الأرض؟ شكون اللي شرا من عندهم؟ الشركة راه حنا عارفين السمية ديالها، ومشاو كيريبوا في المآثير التاريخية وفي المساجد وكيشردوا في عباد الله، والقرار كيقول لك جا من الفوق، ما عندهم حتى شي دليل. حنا في بلاد مسيرة القائد الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأمير مولاي الحسن، والأسرة الملكية الشريفة. كنتكلموا دائما تحت شعار الله، الوطن، الملك. معكم محمد الجن بوسكورة، إلى اللقاء.